بقالي فترة هتجنن واكل كفتة رز ومش عارفة اعملها عند الجزار، فقررت ان انا هعملها في البيت. معايا نص كيلو من الكفتة، شوية بهارات هكتبها لكم تحت في الكابشن، بصلاية متوسطة وعشر فصوص من الثوم، وربطة مشكلة من الخضرة بتاعة المحشي، وكمان دقيق رز مطحون بجيبه من السوبر ماركت. بضرب الأول كل المكونات الخضرة دي مع البهارات في الكبة، بضربهم جامد جدا، بطحنهم لحد لما يبقوا فتافيت صغننة خالص، وبعد كده بحط عليهم اللحمة، وبحط نص كيلو من اللحمة بياخد كوباية واحدة بس من دقيق الرز المطحون، او ممكن يبقى يعني ربع كيلو. انا الكمية اللي كنت جايباها نص كيلو اخدت نصها. بحط 4 معالق بالظبط من المية، ما تزودوش، ان المية زادت مني شوية، فانتوا وانتوا بتعملوها يعني بالظبط 4 معالق من المية. هخلط الخليط ده كده كله بايديا، واعجنه في بعض لحد ما اللحمة لونها يختفي، ويبقى الخليط كله لونه اخضر، وبعد كده هضربه ضربة تاني في الكبة. واصلا اللحمه مضروبه، يعني كانت مفرومه مرتين. عايزه اقول لكم ما تكتروش الخضره وتبقى لونها غامق، علشان طبعا ده بيأثر عليها في التحمير وبتسود على طول. بجيب بقى شويه من الزيت كده، وببدأ ان انا اعمل الكفته صوابع. ببل معلقه وباخد منها يعني حته كفته كبيره، وبقطعها كده كور صغنونه، وباخد بقى الكور دي افضل ان انا احمرها. لما بكون هحطها في الصلصه بعملها صوابع صغيره خالص. وطبعا اول تحميره دي انا بسيبها علشان تتسرق كلها، وانا كمان بسرقها معاهم. لكن لو هناكلها بس متحمرة كده، ممكن ناكلها متحمرة مع عيش وسلطة، بعملها صوابع أكبر من كده. بخلص بقى تحمير الكفتة، ولازم تطلع على طول تتحط في مصفى برضو تنزل. لو شربت زيت أو حاجة بتنزله، بس هي ما شربتش الحمد لله ولا حاجة، وطلع جميلة جدا. اهم تركه بقى في الكفته اللي احنا بنعملها في البيت، لان هي دي لحمه لحمه جاموسي مش لحمه جملي، انه احنا بنحطها في الصلصه قبل الاكل مباشره، يعني ما بنسيبهاش بقى في الصلصه تفضل تتغلي وكده. لكن لو لحمه جملي عادي ممكن نسيبها اصلا من قبلها بيوم. هقدمها مع رز بشعريه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا فولو لايك وشير، وتبعتوا الفيديو لاصحابكم.